هاي اصحابي، تعالوا بقى اقول لكم ازاي نسوي احلى قطعه انتركوت. ولو اول مره تشوفوا الشانل بتاعتي متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بقى بينا على المعمل نشوف هنطلعها ازاي جوسي. ويلا بينا. اول حاجه نجيب قطعه اللحمه كده هنغسلها شطفه سريعه، وبعدين هبدا بقى ان انا اتبلها بملح وفلفل بس. خلي بالكم ان اللحمه علشان تحافظ على طعمها ما تتبلش غير بملح وفلفل، ونسيبها على قد ما نقدر في التتبيله دي علشان تشرب بقى من الملح والفلفل بتاعها. وده كان شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة. لو انتوا عايزين انها تتبل بسرعه، هنا بقى جبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها قطعه من السمنه وحطيت عليها حته توم صغيره قوي. استنيت لحد ما التوم يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان انا محتاجه ان اللحمه تاخد لون الشوي، فانا عشان كده عملت الحركه دي. وهبدا بقى استناها لما تسخن قوي. هبدا بقى انزل بقطعه اللحمه على طول مره واحده. لازم تكون الطاسه سخنه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها، نديها صدمه كده. وهبدا بقى انزل بالقطعه التانية زي ما انتوا شايفين. دي بيكون سمكها وفي نفس الوقت بتكون الاطراف بتاعتها فيها قطعه دهن كده علشان تبقى جوسي معايا، فلازم نحافظ عليها وما نخليهاش تنزل الميه علشان ايه تبقى زي ما انتوا شايفين كده محافظه على الجوسنس بتاعتها. ولو اول مره تشوفوا الشانل متنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، واكيد فاتكم كتير قوي لو ما شفتوش بقيه الوصفات. هنا بقى هستنى عليها شويه كده على نار عاليه، وبعدين هبدا بقى ان انا اقلبها. اول ما تاخد وش اللي انتوا شايفينه ده هبدا بقى اوطي النار خالص وابدا اسيبها. ما بنسيبهاش كتير، هو بالظبط ممكن 7 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي وبتكون استوت معانا. ممكن نجربها بالشوكه وعشان نتاكد ان هي مستويه خالص. هسيبكم بقى مع تسويتها كده وتشوفوا ازاي لونها بيتغير، وهرجع لكم تاني في اخر حاجه في التقديم. وهنا بقى كان شكلها في النص كده، شايفين اللون الذهبي ده وشايفين الدخان اللي بيطلع منها. انا عايزه اوصل للون ده، عشان كده حطيت موضوع الثوم واديته تشويحه زياده شويه علشان تديني على طول الشوي ده من غير ما افضل عليها وقت طويل. وهبدا بقى اديها تقلبتين كده من كل ناحيه علشان اتاكد ان هي استوت من كل الجوانب، وفي نفس الوقت هي محتفظه بالدهن بتاعها اللي من الجنب ده ومنزلتش ميه خالص. وده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. وفي نفس الوقت نزلتلي كمان صوص كده لذيذ قوي، ممكن نستخدمه ونحطه على الرز او نحطه على اي حاجه. لو حاطين كمان معاها اي خضار حواليها هيشرب من الصوص ده، هيبقى لذيذ قوي. وهنا بقى ده كان شكلها النهائي بعد ما استوت خالص. ونيجي بقى للحظة التقديم. انا جبت الطبق ده عشان احطه فيها واوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. ده كده شكلها في النهاية خالص، وبجد هي طرية جدا وجوسي خالص، ما خدتش وقت خالص في السوا. فاهم حاجة ان احنا نحافظ على السوا بتاع اللحمة علشان ما تنشفش مني وتبقى تتحول معايا لحاجة تانية خالص. وده كده كان شكلها النهائي. قدمتها مع رز وبالهنا والشفا، حاجة كده سوبر تيستي، وفي نفس الوقت بجد هي لذيذة قوي. لازم تجربوها وقولوا لي عايزين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن ايه. باي.